السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إيمان من مطبخ الفيروز وفيديو جديد ستريبس الدجاج بتاع كنتاكي. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ عملنا ال 18 قطعة دول بصدر فرخة واحد بس، وهنا عملناها سندوتشات سوري كان طعمها حلو جدا. طبعا براحتكم زي ما انتوا حابين تعملوا معاها رز او مكرونة اللي يريحكم، بس انا هنا كنت حابة اغير واعملها في سندوتشات سوري. يلا بينا بقى نبدأ مع بعض. هنا هبدأ بقى جاهز عندي التتبيلة دي، كوباية زبادي كبيرة، بعد كده ضفت لها عصير ليمونه، معلقه صويا صوص، معلقه دبس رمان. دول اختياري يا جماعه، انا بفضل طعمهم، كل واحد طبعا وليه مطلق الحريه في اللي بيحب. وهنا بقى معلقه خل كبيره. ابدا بقى اضيف معايا بيضايه، لان احنا بنعمل لها تتبيله زي ما تكون عجينه كده. بعد كده شويه دقيق، انا هنا تقريبا كنت حاطه يعني ممكن معدل ربع كوبايه او اكتر شويه. دي هنا توابل فراخ مقرمشه، انا جايباها جاهزه من عند العطار، ما تضيفيش ملح لانها ما بتبقاش محتاجه. بعد كده ضفت توم باودر وبصل باودر، كنت ضايف هنا معلقتين. المفروض طبعا نضيف بابريكا بس كانت مش متوفره عندي. بعد كده بقى ابدا اقطع الفراخ بتاعتنا، انا شرايح طويله بالطول كده زي ما حضرتك شايفه. السمك طبعا زي ما انتي حابه تخليها رقيقه او سميكه اللي يريحك، بس انا ما بحبهاش تكون رفيعه قوي عشان ما تتحرقش مني وتنشف قوي. انا بحبها تكون سمكها يعني وسط. هنا بقى ده الخليط هنا بتاعنا، انا كنت هنا زودته على فكرة، يعني ايه زي ميه ما فيش 3 4 معالق بس كده. احنا عايزين قوام يكون وسط. نبدأ بقى نضيف الفراخ بتاعتنا ونقلبها كلها كويس عشان تشرب معانا من التتبيلة. التتبيلة دي انا بفضلها وبتعجبني جدا في الفراخ المقرمشة عموما، يعني سواء بقى ستريبس او كنتاكي طعمها بيبقى حلو قوي. هنا بقى نبدأ نجهز الدقيق بتاعنا اللي هنغطي بيه. انا هنا ضفت دقيق ونشا، انا هنا ضايفه يعني بالويم كده زي ما بنقول، بس انتي لو كده هتضيفي ربع كوبايه، نص كوبايه دي وربع كوبايه نشا. هنا بقى كنا جبنا بابريكا وضفنا معلقه توم باودر وبصل باودر عشان نخلي برضو الدقيق ليه نكهه. نبدا بقى نقلبهم مع بعض كويس ونبدا ان احنا نجهز الستريبس بتاعنا. هنا بقى نبدا نغطيها بالدقيق كويس جدا وتتكي عليها كويس قوي بايديكي عشان ما تخليش الدقيق يفصل عن الفراخ. نكمل بقى بقيه الكميه. ده هنا كان شكلها معانا بعد ما خلصت. نبدأ بقى نضيفها في زيت سخن جدا، وبعد كده توطي النار شوية وتسيبيها بقى تستوي براحتها، بس لازم الزيت يكون يعني زيت كتير. ده هنا كان شكلها معانا بقى بعد ما خلصت. عايزه اقول لكم كانت ناشفه ومش شاربه زيت خالص ومقرمشه ومستويه مقرمشه من بره ومستويه من جوه. صوت القرمشه كان باين جدا. شايفين القطعة بتاعتنا حجمها عامل ازاي؟ قطعة كبيرة عمرها بره ما بتتباع بالحجم ده، والطعم والله كان حلو جدا، جربوها وان شاء الله تعجبكم. هنا بقى العيش اصلا بيجي يا جماعة هو فيه التانية دي. انا هنا ضفت كاتشب ومايونيز وضفت الستريبس وهبدأ الف. قفلي الجوانب وابدأي اتكي على الفراخ واسحبيها وابدأي لفي كده على طول. كمان هنا واحد تاني. هنا بقى دعبسنا كده في بواقي التلاجة، لقينا شوية جبنة موتزاريلا عملنا بيهم ساندوتش، بس طعمها كان حلو قوي معايا، انا اول مره اجربها كده بس عجبتني. طبعا لكم مطلق الحريه، عايزين تضيفوا خس، عايزين تضيفوا خيار، طماطم، اي حاجه، بس انا عشان ولادي ما بيحبوش الخضار مع السندوتشات فما كنتش ضايفاها الحقيقه. وهنا برضو ضفنا المايونيز والكاتشب. نبدا بقى نلف، نقفل برضو الجوانب ونسحب الفراخ نلف عليها من النص عشان ما تقعش مننا، وتتكي من النص وانتي بتلفي. نجهز بقى طاسة هنا سخنة نضيف لها شوية زيت عشان ياخد معانا تحميرة حلوة، وان انا هتنزلي من مكان ما لفيتي عشان تقفليه زي ما حضراتكم شايفين كده عشان ما يبقاش مفتوح. لازم تكون سخنة عشان اول ما ينزل على النار يقفل معاكي على طول. ده واحد تاني للتوضيح اهو. شفتوا بقى احنا عايزينه يبقى مقفول معانا كده ما يتفتحش، ياخد معانا بقى لون ذهبي كده وتبدأي ان انت ترفعيه من على النار. وده هنا كان معانا بقى الساندوتش اللي كان فيه جبنة موتزاريلا، حابين نوريه لحضراتكم. الجبنه طبعا ما كانتش كتير قوي بس المهم قضت الغرض يعني. الجبنه هنا كانت سايحه معانا ازاي من جوه، يمكن مش واضحه قوي في الصوره بس والله طعمها كان حلو قوي. وده هنا بقى السندوتشات بتاعتنا. انا هنا كنت عامله 6 سندوتشات.
وكان لسه كمان في ستريبس. ايه رايكم بقى في الوصفه الجميله دي؟ اعمليها وان شاء الله تعجبك جدا، وموفره صدر فراخ عملتي منه وجبه عائليه. متنسوش بقى تشتركوا في القناه، ولايك وشير وسبسكرايب.